على المجموعات، هنعرض المجموعات 6 مجموعات، هنختار اول وثاني من وجهه نظرك لكل مجموعه نرتبهم وبعدين نروح ان اصبت فهو من الله وان لم اصب فهو برضه من الله. ادينا المجموعه الاولى هتبقى المغرب وزامبيا هم اصحاب الحظوظ. عظيم. المجموعه الاولى اذا المغرب في الصداره ثم زامبيا على حساب منتخب مالي. المجموعه الثانيه مجموعتنا كابتن بلال مصر، جنوب افريقيا، انجولا وزيمبابوي. شويا هيصعد منها احسن ثالث المنتخب الانجولي. هنجيلك. طيب يبقى مصر ثم جنوب افريقيا المركز الاول وجنوب افريقيا المركز الثاني. المجموعه الثالثه المجموعه اللي فيها المنتخب النيجيري وتونس واوغندا وتنزانيا. ان نيجيريا وتونس هم اصحاب الفرص. نيجيريا صداره وتونس مركز ثاني بالظبط. عظيم. يبقى نيجيريا في المركز الاول وتونس في المركز الثاني. المجموعه الرابعه واحده من المجموعات القويه دي يا كابتن بلال، السنغال، كونغو، بنين، بوتسوانا. المجموعه المتشابهه انا اتوقع الكونغو اول، السنغال ثاني. حلو. يبقى اذا الكونغو في صداره المجموعه الرابعه والمنتخب السنغال في المجموعه الثانيه. اما المجموعه الخامسه الجزائر، بوركينا فاسو، غينيا الاستوائيه ومنتخب السودان. غينيا الاستوائيه الاول والجزائر الثاني. لا طب في مفاجاه كبيره، المجموعه دي هيكون غينيا الاستوائيه ثم المنتخب الجزائري. المجموعه الاخيره منتخب كوتيفوار حامل اللقب، الكاميرون، الجابون وموزمبيق. اذا كوتيفوار اول، كاميرون ثاني، هم للصعود لدور ال 16. لو رحنا للمجموعه الاولى ما اعتقدش هنشوف فيها احسن مالي لا مالي لا. اوكي. بص المجموعه الثالثه انا اتوقع انجولا اتوقع من مجموعتنا احنا منتخب انجولا يصعد كاول فريق من احسن توالد. المجموعه الثالثه فيها حد؟ لا. المجموعه الرابعه بنين منتخب منتخب المجموعه المنتخب السوداني في احسن توالد. المجموعه الخامسه هل الجابون هل موزمبيق؟ الجابون. نروح لاوباميانج وخبرته. اذا ده شكل كده دور ال 16 بلال زي ما انت شايف بعد اختياراتك دي. نوك اوت، انت مصر صعدت اول مجموعتها، المغرب اول مجموعتها، اذا ابتعدوا تماما عن المسار. الجوله الاولى او المواجهه الاولى زامبيا في مواجهه منتخب تونس. تونس تعبر الكونغو والجابون. لا الكونغو انت مرشحها للنهائي. طيب مصر في مواجهه قويه امام منتخب بنين. مصر ان شاء الله. مصر باذن الله ان شاء الله. الجزائر كوتيفوار في مواجهه الجزائر، كوتيفوار تنتصر. طيب اللي وراها على طول عندنا منتخب جنوب افريقيا عنده مواجهه قويه مع منتخب الكاميرون. الاولاد البافانا الاولاد هيخرجوا من قفص الاسود وهينتصروا. يبقى منتخب جنوب افريقيا يعبر. المغرب في مواجهه منتخب السودان. المغرب تعبر السودان. ثم المجموعه اللي وراها غينيا الاستوائيه والسنغال. لا السنغال. نيجيريا في مواجهه انجولا. نيجيريا. اذا احنا كده وصلنا لدور الثمانيه. دور الثمانيه في مواجهه قويه جدا ما بين الكونغو الديمقراطيه ومنتخب تونس. الكونغو تعبر على حساب سامي الطرابلسي وكتيبته. منتخب مصر في مواجهه كلاسيكيه معتاده مع كوتيفوار باذن الله يا رب ان شاء الله. مصر تعبر. جنوب افريقيا والمغرب. جنوب افريقيا دي مفاجاه صارخه. جنوب افريقيا. طيب الناحيه الثانيه عندنا السنغال، نيجيريا. السنغال. يبقى احنا سيمي فاينل موجود فيه 3 فرق او 4 فرق، فريق عربي وحيد اللي هو المنتخب المصري. مصر في مواجهه الكونغو الديمقراطيه. لا انا هقول مصر.